الناس شاركت فيها تقريبا، وما شاء الله زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي. دي طبعا الشيف منى هتاخدها بزبده وفص الثوم على الايه؟ على النار، وهترش شويه ايه؟ ستوك اللي هو ستوك خضار او لحمه، اي حاجه متوفره. انا ما بربطكش بحاجه معينه، بس هنبص شكلها وهنشوف شكلها يبقى عامل ازاي بعد ما نشيل البلاستيك منها. ببتدي اقطع كده البلاستيك زي ما انتم شايفين اهو. بصوا شكلها، شكلها تحفه جدا. على فكره انا ممكن اكلها كده وزي الفل، يعني هي كده حلوه وكده حلوه. شايفين يا جماعه؟ هي دي الفراخ. طبعا هي مش هتتقدم كده، هي اتسلقت طبعا الاول. خلاص اتسلقت، سلقناها امبارح. ماشي؟ كل ما بدا انا عن نفسي ما بحبش احمرها، انا بشتغل عليها كده. انا بديكوا افكار زي الجمبري كده. زي الجمبري، بس بصوا شكلها هيبقى عامل ازاي وتحفه في اكلها والسرفازه بتاعتها. هنمسك حاجه حاجه وهوريها لكم لما اقطعها. هنا ولا حضرين مشكور. في تانية وسيله تانية طبعا لو انت بقى محترف مش عاوز الكلام ده كله، هقول لك برضه على طريقه ايه تانية لو عاوز تنجز يعني. بص كده، انا عايزكم تطلعوا من هنا محترفين، مش مجرد ناس بتاخد كورسات، لا. سيح لي شويه زبده صغيرين، شايفين ده جيلاتين بتاع الفراخ، جميل جدا 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 جدا. كلكم اشتركتوا في العمل ده امبارح تقريبا فرد فرد، صح؟ لفتوه؟ انتوا اللي لفتوه عملتوه بايديكم، صح يا مريم؟ ده خلاص. الزبده بقى والبشبول هنعمله بالبشبول برضه. دي طريقه تانيه لما يكون معاك اوردر كبير، طبعا مش هتطلع على النار وتعمل والكلام ده كله، لا مفيش الكلام ده، ما ينفعش. بنشتغل زي ما انتم شايفين، بجيب ده كده وابتدي بقى ايه اعمله كده اهو زي ما انتم شايفين اهو. بصوا كده واروح جاي ده كده اهو. ادي الفراخ هعملها بالبشبول دلوقتي، وهوريكم حته واقطعها، بس ده مش الشكل النهائي برضو بتاعها. هفضل اشوحكم كده لحد ايه ما توصلوا معايا لحاجه اجمل واحدث. ده حاجه من الحاجه اللي هي الفراخ البونبوني. فراخ البونبوني دي
هعمل لها ازاي؟ بعد كده بعد ما احمرها بالكشكولي واديها وش، بجيب الحلقه دي، بصوا حاجه رقيقه جدا، وبروح اجيب حته جبنه عايزها صغيره واروح قاطع دي نصين وحاططها هنا في النص. طبعا غير الخيال خالص مع ان الموضوع بسيط ماشي، وببتدي بقى اجملها. انت عايزه تخرمي دي قبل ما تعمليها تريد كده رفيع، تخرميها وتحطي فيها حته شايفز وتوقفيها طالعه لك كده، ده بتاعتك. تحطي هنا فلفل، تحطي سمسم اسود حواليها ماشي، تحطي اي اشكال حواليها ماشي، انت وايه؟ ديت اقول لك بتتعمل ازاي. بص هقول لك والموضوع بسيط. حضرتك شفت البقره الالومنيوم دي اهي، البقره دي بجيب دي كده واسحبها بتديني الماسوره دي ماشي، بروح جايب ورقه الومنيوم وغلفها بيها وادهنهم الزيت، واجيب الرقاق او الجلاش واروح قاطعهم رفيعين كده والفهم وبشق سنه ميه واقفلها ولا خلاص. وادهن دي ورقه الالومنيوم بزيت عشان لما اجي اطلعها ماشي. ونرفع عليها الرقاق. اعمل رقاق كده، بص رفيع كده اهو اهو مثلا، يعني نفترض ان انا قطعت رفيع بالطول ده، وده الماسوره اللي انا عملتها بالالومنيوم، اروح اعملها كده اهو، لففها كده كده، اعملها كده ونقطه ميه اقفلها، وعلى الحته اللي فيها اللحمه اروح حاططها كده وادخلها الفرن 3 دقايق 4 دقايق تطلع معايا. الموضوع ايه؟ بسيط، لا جبنه بقى عيوش ولا هيصه، بس انت بتعمل حاجه خارج الصندوق صح؟ بشكوري هنعملها دلوقتي. بص بقى ادي الفراخ اهي، توابل الشرق، توابل الشرق اللي انا قلت لكم عليها. بجيب توابل الشرق واروح حاطط معلقه كده اهي اهي ماشي، اروح عامل كده وانزل بشويه السمنه اللي انا مسيحهم. شايفين يا جماعه جمال؟ شايفين الحلاوه؟ اهو اهي، موضوع بسيط. بصوا بقى اللون، ايه رايكم؟ شايفين شكلها؟ اروح اعمل كده اهو، خلاص انا خلصت دي، اروح اعمل كده. ايه رايكم يا جماعه؟ صحي طبعا. تعملي بيه الكريم بورليه. موجود في شارع رمسيس. بشبوري، قول له بشبوري، قول له بشبوري بتاع الحلويات. 300 350 400 جنيه.
اكنك عاملها واروح دهنها تاني. الفرشه فين؟ ماشي. شارع رمسيس واروح عامل تاني كده خلاص اهو تاني عشان ايه؟ مطرح ما انا عملتها. دي يا جماعه اللي احنا امبارح عشناها مش كده؟ اهو هوريكم حته بس ايه على سبيل المشاهده مش اكتر. واروح قاطعها كده. ايه رايكم؟ ايه رايك؟ جميل. صح؟ حد يتوقع؟ لا بس هو ياكل حاجه جميله. صح يا استاذ انت؟ اتفضل. هنشيل دي بقى دلوقتي وهنشتغل في حاجه تانيه خالص.